اتجوزت وربنا رزقنا ببنتين وولد. جوزي حنين عليا وعمره ما زعلني. الاولاد كبروا ودخلوا مدارس حكومه علشان الحاله الماديه على القد، بس لقينا لازم ندي الاولاد دروس في كل المواد علشان المدرس ما بقاش يشرح حاجه في الفصل. على ايامنا الواحد كان بياخد درس في ماده او مادتين بالكتير، بس دلوقتي الحال اتغير ولازم ياخدوا الاولاد دروس في كل المواد. ده غير الكتب الخارجيه اللي بقت اسعارها نار، ده غير اسعار الاكل اللي خلتنا ما بقيناش عارفين ناكل. مرتب جوزي في اول الجواز كان مكفينا وبيفيد، دلوقتي بقينا محتاجين مرتبين كمان عشان نعرف نعيش. جوزي مغلوب على امره، دور على شغلانه تانية بعد شغله علشان يكفي بيته، بس برضه لسه مش قادرين نعيش. قعدت مع جوزي في يوم لقيته بيقول لي: عارفه صاحبي اللي مسافر الكويت من فتره؟ ماله؟ اتواصلت معاه من كام يوم واشتكيت له من العيشه الصعبه بتاعتنا وعرفته ان الواحد ما بقاش عارف يعيش. قال لي هشوف لك عقد عمل وتيجي تشتغل سنتين 3 ترستق نفسك فيهم وتعمل قرشين للولاد. ما قالكش هتاخد كام في الشهر؟ قال لي طبعا. بصراحة المرتب كان مغري، بس القرار كان صعب. وافقنا على السفر وجوزي بدأ يمشي في الإجراءات، بس كل يوم يعدي ويقربنا للسفر ألاقي نفسي ببكي بحرقة ومش عايزة أبين دموع لجوزي علشان ما حملوش هم فوق همه. أنا وجوزي عمرنا ما بعدنا عن بعض، ده حتى لما كنت أبات عند أمي كان يوم واحد وارجع تاني عشان ما تعودناش نبعد عن بعض. هو الأمان بالنسبة لي، لما ابعد عنه ولا يبعد عني هتحمى في مين؟ لما العيال يتشاقوا ويعملوا حاجة غلط كانوا بيخافوا لما اقول لهم لما بابا يجي هقول له، لما بابا يبعد مين هيربي العيال؟ لما اكون متضايقه ومخنوقه مين هترمي في حضنه ويطبطب عليا؟ لما كنت بولد وفوم البنك كنت بشوف امي واخواتي حواليا، كنت اول حاجه اسال عليها جوزي فين؟ يقولوا لي بيخلص ورق النونه. ويجي جوزي لما يعرف اني فقت من البنك امسك ايده واقول له ما تبعدش عني وانا تعبانه. اجيب لك النونه تشوفيه؟ لا مش فايقه، خليك انت بس جنبي وافضل ماسكه ايده علشان احس بالامان. احساسي لما عرفت ان جوزي مسافر احساس طفله متعلقه بابوها وخلاص ابوها هيبعد عنها. فضلت متماسكه قدام جوزي، بس في لحظه انهارت وحسيت ان المرتب الكبير اللي هياخده بره تمن قليل قوي على الغربه وعن بعده عني. قلت لازم اتكلم مع جوزي. دخلت عليه الاوضه لقيته بيبكي، خدته في حضني وطبطبت عليه وقلت له مالك؟ فيك ايه؟ ابدا مفيش حاجه يا حبيبتي. يعني انا مش عارفاك وعارفه بتفكر في ايه؟ سيبيني شويه لوحدي علشان مخنوق شويه. لا مش هسيبك ومش ممكن اسيبك، ومفيش سفر، ولو هتاخد مليون جنيه برضو مفيش سفر. طيب والعيال والمصاريف هنعمل فيها ايه؟ هنوفر على قد ما نقدر، ومن بكره هدور على شغل ليا. انت عملت اللي عليك وانا كمان لازم اعمل اللي عليا. انت كفايه عليكي شغل البيت والعيال. هو انا لوحدي اول واحده اشتغل واول واحده عندها بيت وعيال؟ انا اعمل اي حاجه بس انت تفضل وسطنا والعيال يتربوا تحت عينينا. واخيرا لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد.